بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الجلوس للعزاء. كم نفلطو حد سب مس نموت أب جزء غير كخوف مبال كما إيو إلهم تحاجتهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انتهى بلو أبو خفيلك نتيهم اتيوم أهل البيت، يعني اتيوم مصيبة رخيبهم زلو موت حوام سئينهم زلو وحفتهم سئينهم زلو نساتهم مقبك قربو مستك قربو شاهي بونك قربو إذا كله زي انتايو لا يجوز عفقدنيو اتيوم نخيد رب نفرح اساتهم اوريدي شجر بصيهم አለው تشجرهم አለው حزن يوم زلو نحنا اخيدناو مسحدو دراردو እንደገና ቁርሱዶ እዝታትና ገበርካን እቲኦም ሞይትዎም ዘለው መሪስና نحنا سخم አይንኹኖም بل زي كانت من الجاهلية إذا عادات زي جاهلية كله زي يفتصموا نيرهم أن يصنعوا طعام المأتم. لا، هذا من عمل الجاهلية، لكن إذا صنع لهم أقاربهم وجيرانهم هذا أفضل. السنة النبي عليه الصلاة والسلام زحبرنا زنقرنا انت أميلهم اصنعوا طعاما لآل جعفر فإنهم آتاهم ما يشغلهم. مقب وسد لهم صبح وسد لهم جزاه الله خير. البيتات زي تزبلت أتبعي زلوان زرعناين زعابن علن قصل زلو نجر انت دا حدا سب مويتو تباهيلو ما شاء الله صحلي جيران دبا سارحن most of the time دبا عبناي قبري I remember as a personal إذا سارحن هوا ويكاي وزدان يرن ما شاء الله. هذا عمل طيب صبو صراح ما شاء الله. ربي أجزاء يحبن ربي أجر يختبلن. إذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام زمهارنا نتيهم شجر متيوم زلو نعاتهم تاخن قبري زلنا مقبي خن وزدلهم يزلنا ما ينتدار لي وما ينقرب لهم ناي شاي قطف انتلو شاي قطف حيث كلهم كيد شكور وهكذا تدليهم نقر سخا كابر قبر لهم. أما بعالت جزا كحاردلك مقبي قربلك هذا إيش؟ هذا من عمل الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لهم طعاما قد آتاهم ما يشغلهم، فسنة للجيران أو أقارب أن يبعثوا للأهل الميت طعاما. كم تزقبر كقصال زلوان كتابع زلوان كفت صبوح حبرة سبنا حدا سب موتهم كله خيدنا جن جلا خسب بعلخا خاني أي تسرح لهم تزمويت كادر لو سب انت يقبر يعني أبتحازان كان أمتاش من قبر أي تسكف سب قفا يتبل بزح سب قفا يتبل يعني تعازى ربي ما نصبرنا هبكان إلكا قلبت إلكا مخاد نتي مويتو دولو سب انت ينخون شجر عينخون اللو كافت زمت مقبي كافت سب زمتو مقبي انت دعا تقربو جن كافت سب زمتو شهي يكون قال انت قربو انت بلعنا لا بأس له شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن إذا جاءهم الطعام وضعوا إليه جيرانهم أو ضيوفهم وأكلوا لا بأس. الطعام الذي يأتيهم من جيرانهم ومن أقاربهم إذا أكلوا معهم جيرانهم أو ضيوفهم لا بأس بذلك إن شاء الله. تي قربيت زمتو مقبي وتي أزمار زمتو خبدك إن شاء الله نحن تقربوك أو تبلعنا إن شاء الله شكر يقولون. ولكن عزاء انت يخونا له كل جزء نتسب شجير وزلو مصيبة وريد ودلو حزن زلو مليسنا نحنا أين شجره اتزد لي نحنا خنحجزيو سنة نحنا خنحجزيو. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.